بصراحه انا ما شفتش لا في امريكا ولا في المانيا ولا في فرنسا سجون بهذا المحتوى. انا بس اللي مزعلني حاجه واحده، انه وزير العدل المحترم عمر بيه مروان لما كنت عايز اشتكي له من كل اللي هيحصل ده تاني، من كل اللي هيحصل ده بالمستندات والخريطه كلها كانت عندي تمام، فقال لا انا ما قابلتش مرتضى عشان الحرج، وقفل الدور الثمانيه الاسانسير ما يطلعش فيه اللي هو فيه. انا بسال سيادته اليس من الحرج انك تعمل مداخله مع احمد موسى لمده ساعه وبيني وبينه 3 قضايا؟ ده مش حرج؟ عايز رد معالي النائب العام يا محترم. هل من الحرج ان احمد موسى يطلع في التلفزيون يقول سياده المستشار حماده بيه الصاوي النائب العام صديق لكل الصحفيين وانا منهم، هو منهم يعني؟ طب انا بيني وبينه قضايا يا فندم. عايزين بقى، ما هو دلوقتي هو في ايه؟ ما هو لازم حضرتك بتعمل بيانات في اي شيء بتشوف ان هو في تجاوز. احمد موسى طلع قال كده، قال له على فكره النائب العام صديقنا وصديق كل الصحفيين. لا ما ينفعش، لازم من سياده النائب العام يرد على الكلام الفارغ اللي قاله ده. ده قال بيقول كلام فارغ. طب انا بيني وبينه قضايا، في حرج ولا ما فيش؟ وزير العدل. وبعدين سياده وزير العدل طبعا انا باخدها هزار يعني، والله العظيم ما في شعر من راسي اتهزت، واقسم بالله العظيم كنت بحط راسي على دماغي على المخده بنام. غيري بقى اللي لفق لي ما بينامش. عارفين ليه؟ حساب الدنيا وحساب الاخره. اوعى تفتكروا قضيه الملف ده هيتقفل، لا. الملف ده اصبح من حقي دلوقتي ان انا اقول الحكم مش محكمه نقد، فوق دماغي والله، فوق دماغي. هتقول لي ما تتكلمش عن احكام القضاء ولا اتكلم، فوق دماغي. بس نفس محكمه النقد مطلعه حكم عن نفس الموضوع بالبراءه. اشمعنى النقد لما طلع براءتي حكم نهائي وبات ما حدش بيتكلم، ولما ايد الشهر الكل هايص، مش الكل طبعا، شعب مصر الحمد لله كل معانا. فالمهم الوزير بيقول لاحمد موسى ايه؟ طبعا السجون دلوقتي اسمها الاصلاح والتهذيب، الاصلاح وايه؟ والتاهيل، مش كده؟ فالسيد الوزير بيقول له ايه؟ احنا يعني بيطلع مواطن صالح. طب انا يا سياده الوزير ما صلحتش، اعمل ايه؟ ارجع تاني اصلح؟ طب انا كنت اقول لك ايه؟ انا سنه 2007 كنت في اللومان، اقول دلوقتي انا كنت في الاصلاحيه. وبعدين قال بقى احنا بنعلمه مهنه ولما يطلع يندمج في المجتمع. سياده الوزير انا اكبر محامي في مصر والعالم العربي، مش بكل فخر. مهنتي لا اتعلمها واندمج ايه؟ اذا كنت انا بكسب انتخابات مجلس النواب من سنه 90 من ايام ما كانت امال عثمان بتزور لغايه الانتخابات الاخيره اللي زوروها، اندمج ازاي في المجتمع وانا رئيس اكبر نادي في مصر، مع احترامي طبعا للنادي الاهلي، وانا ما عنديش معركه مع النادي الاهلي، انا عندي معركه محمود الخطيب بدات خلاص. تاني بدات، وهوريكم بقى يا جمهور الزمالك اللي بعد فيكم عامل نفس جمهور بيقل ادبه في المدرجات، يقول لك احنا مالنا. لا، انا اتساومت بين حريتي او حبسي او 3 حاجات برسائل رسميه عندي على التليفون. نمره 1 اقسط لكهرباء 5 سنين، قلت على جثتي مش فلوسي. نمره 2 انسى قضيه نادي القرن، ولو رحتوا حوالين النادي هتلاقوا شايلين اليوفط كلها، قلت للمدير النادي رجع اليوفط تاني. نمره 3 اعمل اعتذار لاخويا محمود، اول كلمه حرف كده، اخويا محمود انا ما كنتش فاهم وفهمت، انت على راسي، انا مش عايز اعمل حاجه عشان عيب الناس بتشوفنا محترمه يعني. فانا قلت كلمتين ولا في سري هقول ده، وعايز اتحبس، وانا عارف اتحبست ازاي، ومحمود عارف ان انا اتحبست ازاي، تمام؟ ومش هسيب حقي. والحكم اللي صدر بالشهر ده اللي اتأيد اصبح من حقي انا وكل فقهاء القانون واساتذه القانون ودارسين الحقوق والمحامين انهم يشرحوه. ليه؟ لان الممنوع، القاضي فوق دماغي ما اقدرش اتكلم عنه، الممنوع انك انت تتكلم عن قضيه قدام قاضي لسه منظوره حتى لا يتاثر، القضيه خلاص مش منظوره، فمن حقي بقى اقول الحكم ده غلط في كذا وغلط في كذا وغير مبادئ كذا وغير مبادئ كذا. دي المحكمه اللي هنا، انا وانتم قدام المحكمه يوم القيامه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يستدعيكم كلكم
كلكم، عمرو على خالد على احمد على فلان على كله هيستدعى. ايه اللي انتوا عملتوه معاه؟ اصلا مفيش اصل. ويوم ما يجي القبر يتقفل هيبدا الحساب. القضيه ما اتقفلتش. اما بالنسبه لي بعدين استريحت من البيت شويه الحمد لله، وضغطي نزل وسكري انظبط تمام وزي ما قلت. وبعت رساله لاحمد والامير والعربيه داخله مبنى السجن، اوعوا حد يضغط عليكم وتعتذروا لمحمود الخطيب لو السما اتطبقت على الارض. وانا محمود واقف اهو بقول لك المعركه بدات، وما اعتذرلكش عشان ما غلطتش. ويوم المؤتمر هقول لكم هو غلط في ايه، وعيلته غلطت في ايه، والدلاديل عنده غلطوا في ايه. وان شاء الله هنعلن الجهاز باذن الله في المؤتمر الجمعه الساعه 10. بدأ كل السوشيال ميديا الزملكاويه المحترمين يتفضلوا ويشرفونا في صاله محمد حسن حلمي الساعه 10 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. وكل الصحفيين طبعا لانه في حاجات هتتقال. اللي شعره اسود شعره ابيض، لانه من 2020 في حاجه غلط. وعندي المكالمه المسجله من اخت المسؤول اللي قالت لي خلي بالك هتسقط في الانتخابات بالتزوير. قلت له ما حدش عارف يكسبني في مدرسه. قالت لي هتسقط وهيعزلوك من نادي الزمالك. قلت ما عنديش حاجه غلط. قال لي يعزلوك. وبعدين قالت لي ايه؟ وهيحبسوك. حتى البوست اللي انا نزلته وانا داخل كتبت ايه؟ لا الحبس اتاخر شويه. طمنوا يا جماهير الزمالك وطمنوا شعب مصر كله. الموضوع ما بقاش اهلي وزمالك، الموضوع بقى اخطر من كده بكتير بكتير بكتير. وانا مكمل مش هتغير. انا مكمل ما دام معاك ربنا. اقسم بالله العظيم الفتره اللي انا قعدتها الشهر دوت من اول ما دخلت وانا قلت قبل كده بهيئ نفسي. انا في الفور سيزون، انا في الشيراتون بهيئ. انا طبعا مش كنتش فوز ده بس اقول لك داخل الفور سيزون من الشيراتون، بس بهيئ نفسي. كنت بطلب من ربنا حاجتين بس، الصبر والثبات. وربنا صبرني وثبتني ودعيت ليه عليهم كلهم واخد بالك يا اللي بالك كلهم. وعار على الزملكاويه اللي رئيس النادي الاهلي زي ما بيقول حبسه بالاتفاق وعزله وجايب رئيس على مزاجه زي ما حصل المره اللي فاتت. لما اتحل المجلس 29 والبيه جاب كل اللجنه وقال لهم طلب الخطيب قال له جبت لك لجنه على مزاجك ومشيت لك مرتضى. كل التفاصيل دي ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه في المؤتمر. بس انا حرصت اني اشكر الناس طبعا، لان ما ينفعش بعد يومين 3 4 اشكر تمام وما عملوليش معامله خاصه. بالعكس انا مكاني ما كانش هناك، انا مكاني كان في اي مستشفى خاص ده طبقا للقانون، ومع ذلك انا تحملت تمام. وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق بلدنا. وما تزعلش جمهور الزمالك من اللي بيحصل دلوقتي. هنجيب مدرب محترم واللعيب اللي مش على المستوى هيمشي، ما تقلقوش يعني ان شاء الله. واعتبروها سنه وعدت. وفي نفس الوقت انت زعلان من ايه؟ هو محمود الخطيب خد الدوري؟ لا. خد الكاس ده لسه. طب خد افريقيا؟ لا. طيب خد السوبر؟ لسه. طب خد البطوله العربيه؟ لا ما فيش فيها. طب خد كاس الرابطه؟ هو ما دخلش. ايه البطوله اللي خدها السنه دي؟ وهو بره حر طليق وصرف ملايين، مش كده؟ فما تزعلوش.